هذا أنا محدثكم المحامي وجدان حسين المعموري، وحلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج. وفي هذه الحلقة نتحدث عن النظام القانوني لإعادة تعيين المتقاعد. وفي هذا الموضوع لزاما علينا أن نعرج على مجموعة قرارات أصدرها مجلس قيادة الثورة، وهي التي نظمت كثيرا موضوعة إعادة تعيين المتقاعد. نبدأها بالقرار رقم 220 لعام 2002 وتعليمات تسهيل تنفيذه رقم 5 لعام 2003، وقرار رقم 361 لعام 1985 والذي جاء لينظم آلية التعاقد مع المتقاعدين، والقرار 1014 الذي صدر في العام 1976 والذي كان قد نظم إعادة تعيين المتقاعدين من غير المدنيين العسكريين وقوى الأمن الداخلي. وقرار 218 لعام 2002 والذي جاء ليجعل من الخدمة العسكرية الإلزامية للمتقاعدين هي خدمة لأغراض التقاعد فقط. ومن ثم القانون رقم 24 لعام 1960 قانون الخدمة المدنية المعدل، وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014 المعدل. وهناك أكثر من فتوى لمجلس شورى الدولة في حينها، والذي بات الآن باسم مجلس الدولة. هناك أكثر من فتوى في هذا المجال هي التي تحملت مع مجموعة التشريعات التي ذكرت آلية التعاقد وآلية إعادة تعيين المتقاعدين.